هل معقولة إن الرجل يخاف من الرفض ويتوقف عن التقدم؟ ما هي أو ما هو اللي بيخوفه؟ اللي بيخوفه هنا لو صرح لك أو عبر لك عن مشاعره وأنت رفضتيه. فكرة الرفض هنا دي تخلي عنده ثقته بنفسه تهتز، والنقطة دي هو مش عايزها. حاجة كمان، تجاربه السلبية الكتير في حياته خليته يفكر 1000 مرة في العلاقات اللي هيقابلها مستقبلا. الإنسان اللي هيلاقي مناسبة ليه لازم يفكر 1000 مرة بانها مناسبه ليه ولا لا، المشاعر متبادله ولا لا. كمان بعض الرجال ما بتحبش تصرح بمشاعرها علشان ما تبانش انها ضعيفه. حاجه اخيره كمان، ان انت لو كنت زميله ليه في العمل او دراسه والحاجات دي او صديقه ليه، يخاف ان يصرح لك بمشاعره لا يخسرك كصديقه او زميله. اعتقد دي الحاجات كده بشكل سريع.